السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. وصفتنا ديال اليوم الشهدة أو خلية النحل، كتجي رائعة شكلا ومذاقا. غنحضروها بعجينة اللي هي ناجحة، كتجينا كقطنية وخفيفة. اليوم غادي نحضروها مالحة بالجبن، وغادي نوجدوها بمكونات اللي هي بسيطة وبطريقة سهلة. بالنسبة للمكونات كنحتاجو كأس حليب اللي يكون دافي، عندي 3 ملاعق ديال السكر سنيدة، و ملعقة كبيرة خميرة الخبز. عندي أيضا واحد المعلقة صغيرة ديال الخل، ربع كأس ديال الزيت. غادي نحتاج بيضة. بالنسبة للبيض احتفظ بصفار البيضة للدهن، وغنستعمل غير بياض البيض. عندي معلقة صغيرة ديال سكر فانيلا صافي، وكنخلط هاد المكونات مزيان حتى تجانس. وفي الاخير غادي نضيف الطحين، الدقيق الابيض. انا كفتني 2 كؤوس ونصف، تقريبا 300 غرام. صافي كنضيفها هكا شويه بشويه، وانا كنجمع العجين. عندي ايضا هنا في الاخر واحد المعلقه صغيره ديال الملح. صافي هنا راه بديت كنستعمل يديا باش غنجمع العجينه، وخاصني نجمعها مزيان وندلكها مزيان. وكما كتشوفوا القوام ديال العجينه خاص تجينا هكا عجينه رطبه وكتلتصق هكا في اليدين شويه. غنحطها فوق سطح العمل وغندلكها مزيان. وهنا غادي ناخد واحد الزلافه اللي غندهنها بشويه ديال الزيت، وغادي نحط فيها العجينه ونخليها تخمر تقريبا واحد ساعه او لا 40 دقيقه على حسب الجو. وهذه العجينه ديالي من بعد ما خمرات خليتها انا تقريبا ساعه. عاد غادي ندوز نقطعها، نحاولوا نقطعوها كمرصوات صغار كما كتشوفوا في الفيديو. وصافي كما شفتوا هنا من بعد ما قطعتو هكا قطع صغار، غادي نشكل منهم كويرات اللي يكونوا صغارين بلا ما تكبروا هكا الكويرات، من حيث من بعد غادي تضاعف الحجم ديالهم. حاولوا ديروهم غير في هذا الحجم. هنا من بعد ما شكلتهم كنغطي ببلاستيك باش ما كتشكلش ليا واحد الطبقه كتكون ناشفه من الفوق، من فوق العجينه. ضروري هكا غطيو ببلاستيك حتى تساليو كاع العجينه ديالكم. بالنسبه للحشو انا غادي نستعمل الجبن او الفرماج. عندي تقريبا هنا واحد 3 القطع ديال الفرماج مثلث. غادي نحاول هنا نوريكم طريقه اللي هي سهله هكا كيفاش نقطعوها قطع متساويه، مرصوات هكا صغيورين ومتساويين. كتحاولوا هكا دهنوا الموس بالزيت صافي، وكتقطعوا بهذا الشكل. كيخرجوا الصراحه الحجم ديالهم متساوي، وكيجيو زوينين هكا وسط الشهده. بالنسبة للحشو يمكن لكم تستعملوا الجبن هكا، او يمكن لكم تستعملوا الشوكولات حتى هو كيجي زوين. هنا غادي ندوز نعمر هكا دوك الكويرات بالجبن او الفرماج. غنعمرهم هكا بهذا الشكل كما كتشوفوا في الفيديو.
وبالنسبه للمول انا كنت غادي نستعمل المول ديال الزاج، جاني كبير هكا شويه على الكميه اللي عندي. فاستعملت هكا مقله، جاني قياسها هو هذاك. وصافي هنا غادي نغطيها بواحد المنديل وغادي نخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. خلية النحل او الشهدة خمرات، خليتها تقريبا واحد ساعة، لقيتها هكا صافي تضاعف الحجم ديالها. غندوز دابا ندهنها بصفار بيضاء اللي خلطوها هكا بشويه ديال الحليب. وبالنسبه للتزيين انا رشيت هكا بشويه ديال الزنجلان. زينوا على حسب نتوما اش متوفر عندكم واشنو كتفضلوا. وفي الاخير هنا راه الفران شعلته، خاص يكون سخون مزيان، كنشعلو على 180 درجه او 170 درجه. صافي كندخلوا الشهده ديالنا حتى طيب من التحت ونشعلو عليها هكا من الفوق. خلية النحل او الشهدة من بعد ما جبتها من الفران، كتاخد هكا هاد اللوين زوين صراحة، كتشهي الشكل ديالها كيشهي. كتجي غزالة ناجحة كما كتشوفوا هنا، كتجي رطبة وخفيفة. نحضروها هكا الكوتي او الفطور، نحضروها ايضا الا كانت عندنا شي مناسبة او نوعو بها هكا الطبيلة. هنا حاولت نحيدها من هذيك المقله. بالنسبه للتزيين انا زينت هكا بخطوط ديال العسل. حتى هما حتى العسل كيعطيها واحد المذاق زوين، خصوصا هي مالحه هكا. درنا فيها الجبن من الداخل اولا الفرماج. بداك العسل من الفوق كتعطي واحد المذاق زوين. يمكن لكم تزينوها باش ما بغيتو على حسب المتوفر عندكم، اولا خليوها غير هكاك راه كيجي الشكل ديالها زوين. وكما كتشوفوا من الداخل كتجينا خفيفه وقطنيه. داك الجبن كيجي رائع المذاق ديالو، خصوصا فاش كنديرو هكا العسل من الفوق كيعطي واحد المذاق زوين. هذه هي وصفتنا ديال اليوم، نتمنى تعجبكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على اللايك. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.